بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناتي أخواتي صديقاتي متابعي قناة عالم سمسمة للكروشيه والتريكو، أهلا بيكم. إن شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون مختلف شوية عن كل مرة. أنا مش هقدم حاجة جديدة، أنا بس هقدم شوية ملحوظات لبناتي وأخواتي اللي هم هيبتدوا، أو يعني اللي بيشتغلوا المفرش اللي هو الأسطورة أو المفرش الدايري الكبير. المفرش ده تقريبا أخد في إيدي 6 شهور، أنا عاملاه من فترة طويلة حوالي سنة ونص. لكن وعملت فيديو قبل كده عشان خاطر أنزله، بس ما حصلش، ما قدرش ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أنزله يعني. فقلت إن أنا يعني أصوره اللي هم البنات اللي هم أو أخواتي اللي هم مش يعني متخيلين إن هم ممكن يشتغلوه. يعني في ناس ممكن تشوف المنظر تستصعب المفرش. بس في انا شويه ملاحظات ليا ان شاء الله هقولها لكم. لكن انت المفروض ان انا مصوره لكم المفرش بحيث ان انت تبقي مستوعبه الشكل بتاعه هيبقى ايه. يعني انت وانت بتعملي السطور، يعني لما كنت بشتغله ما كنتش مستوعبه شكله النهائي هيبقى ايه، حتى رغم الصوره اللي كانت الاخت حطاها. هو مفرش روسي يعني عموما، فكويس ان في اخت نزلته باللغه العربيه عشان نقدر نتعامل معاه. آه، المفرش صراحه يعني هو كمفرش تحفه فنيه. انا كنت ناويه احط له بعد ما اخلصه يعني ابتدي احط له خرز، احط له حاجه عشان خاطر تديله المنظر احلى شويه. لكن لما خلصته صراحه وفردته، انا فرداه على الارض على فكره عشان اقدر اجيب كل التفاصيل بتاعته. شايفين؟ لما فرجته وشفت شكله، فعلا شكله تحفة فنية. هو تحفة فعلا فنية وأسطورة. عفوا. آم، لكن في طبعا شوية حاجات بقى احنا كقناة. انا الحمد لله متعودة ان انا مثلا بحب اقدم لكم كل جديد، او ان في حاجات انا ببقى شايفاها ان هي الصح ان هي تتعمل كده بالطريقة اللي انا شايفاها يعني. ممكن غيري ما يكونش شايفها، يعني براحتكم. انا ببقى شايفة ان مثلا في حاجات احنا ممكن لو عملناها هتزيد قيمة المفرش، فعشان كده انا عملتها. ان شاء الله هنبتدي واحدة واحدة كده، هنبتدي نشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن اساعدكم بان انتوا تطلعوا المفرش في احسن صورة. المفرش ده انا غسلته ونشرته عادي، ما فرشتوش على حاجة بقى وما عملتش عشان خاطر ليه، لان انا شغلاه بشغلة اللي هي الاعمدة المتداخلة اللي انا كنت نزلته قبل كده، اللي هو في تصليح شغل الاعمدة اللي انا كنت منزلاه قبل كده في تصليح شغل الاعمدة. لما اشتغلته بالشكل ده فطبعا الابعاد بتاعته ما اتغيرتش. لما غسلته انا ما كويتهوش. ما بنصحش ان طبعا حد يكوي الكروشيه او التريكو عموما، لانك لو كويتيه المفروض ان انت بتكويه بتدوسي عليه بالمكوى لفوق، يعني على طول بتدوسي عليه، مش ان انت بتروحي وتيجي بالمكوى. فلو انت رحتي وجيتي بالمكوى مره واحده بس هتبوظي شكل الشكل العام بتاع الشغل، لان هو ده بيمط عباره، اديكي شايفين كميه السلاسل اللي موجوده فيه. لكن طبعا عشان احنا الاعمده بتاعتها شغالينها بالطريقه بتاعتي، لما اشتغلتها بالطريقه بتاعتي طبعا ما ابتدتش بقى تديلك الفسحات او البراح اللي بين الاعمده وبعضيها. يعني شايفين ادي الاعمده متصله اهي ببعضيها،
شديت ما شدتش فيها، لسه محتفظة بالشكل بتاعها ومحتفظة بالأبعاد بتاعتها، ما بتتغيرش مهما شديت فيها. ممكن السلسلة تتغير، لكن العمود نفسه، الأعمدة نفسها والشكل بتاعها والمنظر بتاع اللي بيطلع، اللي هي بتبقى يعني في الرسم الأساسية ما بيتغيرش. فدي كانت نقطة، كان ده السبب الأساسي اللي خلاني حقيقة يعني إن أنا كنت عايزة أنزل الفيديو ده هو عشان أقول أنصح الناس أو أنصح بناتي إن هم يشتغلوا بالطريقة دهيت عشان يطلعوا المفرش في أحسن صورة. هقول لكم إن شاء الله في بقية الفيديو إزاي إحنا هنتعامل مع، إزاي أنت توصلي أولا القطر بتاع المفرش ده كله، الطول بتاعه من عند من هنا النص كده، لو انا قسمته بالنص وعملته هيطلع لي طالع 2 متر و30 سنتي. فطبعا مسافة طويلة. المفرش ده عشان تعمليه لازم تاخدي له ابعاد، يعني مش هيطلع لك بعد واحد. انا هشتغل بخيط، انت هتشتغلي بخيط، انا هشتغل بابره، انت هتشتغلي بابره مختلفه، فكل واحد هيطلعه بابعاد. فانا هنصحك، هوريكي او هقول لك مثلا هنساعد بعضينا ازاي احنا. انت عايز المفرش يطلع كبير شويه او عايز المفرش يطلع صغير شويه، ومع المحافظه على المنظر بتاعه العام. هنقول ان شاء الله في بقية الفيديو كل الحاجات دهيت. فتابعوني ان شاء الله لاخر الفيديو وهنشوف باذن الله كل الملاحظات اللي انا تابعتها او اللي انا لاحظتها، والحاجات اللي انا عدلتها مع نفسي بقى وانا بشتغل المفرش علشان خاطر اوصل للشكل العام بتاعه. الخيط ده انتوا شايفين ان انا عامله كنار ابيض على الحرف بتاعه. الكنار ده انا ما كنتش عايزه، ما كانش في دماغي او في تخطيطي، في خطتي ان انا وانا بشتغل المفرش ان انا هحط له اي لون تاني. انا كنت ناوي اعمله باللون الفضي ده على طول، لكن الخيط خلص مني، ولما جبت خيط غيره نفس الدرجة، فيه نفس الدرجة، لكن تخانة الخيط اختلفت. لما اختلفت تخانة الخيط فاختلف شكل الوحدة، الفريم اللي بره ده اللي انتوا شايفينه، الكنار اللي بره ده اختلف شكله تماما عن كده. ففضلت ان انا اعمله بنفس التخانة بتاعة الخيط اللي انا كنت شغالة بيه الخيط الفضي اللي قبل كده. ففضلت ان انا اشتغل بيه الخيط الابيض ده هو. وطبعا مع ملاحظ طبعا ان يعني لازم وانت حتى وانت بتزودي الخيط بتاعك او ان انت وانت بتعملي حاجة ان انت تبقي في حاجة معينة، ان انت هتيجي تزودي عند نقطة معينة، مش ان انت بتحطي خيط وخلاص. فالكلام ده ان شاء الله كله هنقوله مع بقية الفيديو بإذن الله. نكمل الفيديو بقى ان شاء الله كده ونبتدي مع بعض على بركة الله نشوف الملاحظات بتاعتنا ايه. اولا انا ابتديت اشتغلت المفرش بتاعي بخيط حرير سلسلة رفيع. اشتغلته بإبرة نمرة 2 ألمنيوم. الإبرة دي يعني أتخن شوية من الإبرة اللي هي نمرة 0 الستانلس ستيل. أتخن شوية منها، بس أنا حبيت إن أنا أشتغله بخيط بإبرة الألمنيوم. في البداية إحنا عايزين نعرف بس أول حاجة، لو أنت عايزة المفرش بتاعك يطلع كبير، المقاس بتاعه يطلع كبير، هتستخدمي خيط تخين، إبرة تخينة. لو أنت عايزة يبقى المفرش بتاعك يطلع المقاس صغير شوية، هتستخدمي خيط رفيع، وممكن كمان تستخدمي خيط اللي هو المنجد اللي هو أرفع من ده. في خيط حرير كمان سوري أرفع من ده كمان، ممكن تستخدمي معاه إبرة أرفع من كده أو الإبرة نمرة 0 الستانلس ستيل. كل ما انت بالمناسبة يعني انت لما تعملي مفرش كبير وتحطيه على ترابيزة صغيرة، الجمال بتاع المفرش مش بيبان، لان هو جمال المفرش ان هو يبقى كله مفرود على الترابيزه. فانت عايزه تعملي مثلا المفرش ده المفرش ده مقاسه كبير، فلو انت عايزه تعملي المفرش ده لازم تصغري المقاس بتاعك شويه عشان تقدري تحطيه على ترابيزه اصغر شويه، لان انا شفت في ناس كانوا شغالينه
من فترة. على فكرة أنا شغلة المفرش ده من سنة ونص تقريبا، يعني كنت من أوائل الناس اللي شافوه واشتغلوه مع الأخت اللي هي كانت بتشتغله. وبعدين الأخوات اللي هم خلصوه وصوروه هو محطوط على ترابيزات دائرية صغيرة، كان شكله سيء لأن ما بينش الحروف الحواف بتاعته، المنظر بتاع الكنار بتاعه الجميل ده هو برضو ما بينش الشكل بتاعه. فعشان كده الحاجات دي كانت نازلة مرخية لتحت وكانت على بعضيها، فما بانش الشكل الجمالي بتاعها. فنصيحة ان انت عايزة تعملي ابرة، تستخدمي تعملي المفرش ده لحاجة مقاس صغير، ان انت تستخدمي خيط رفيع وتستخدمي ابرة رفيعة. انا اشتغلت زي ما قلت لكم ان انا شغلاه بابرة نمرة 2، وشغلاه بحرير سلسلة في حرير في خيط ارفع من كده كمان انت ممكن تشتغلي بيها. بداية انت لو انت حابة، هي الاخت كانت يعني انت ممكن تبتدي بسلسلة، هي كانت عاملة 6 سلسلة وعاملة بحلقة. لو انت عايزة تعملي الحلقة اللي هي الحلقة السحرية هتعمليها برضو، لكن في حاجة لازم الخيط التاني ده هو يبقى طويل، لان المفرش ده هيبقى تقيل وكبير، فلازم الفتلة دي تبقى كبيرة اللي انت هتعملي عليها. يعني انت هتيجي تبتدي تشتغلي هنا، هتبتدي الحلقة السحرية مثلا بتاعتك كده، هتعملي ال 12 غرزة حشو اللي هي طبعا انت في الاول كده بتعملي ادي غرزة الارتفاع هي اللي عندك بتاعت السلسلة دي مش هتتحسب معانا. ادي اول غرزة حشو. انا بقول كده لان في ناس مثلا ما بتحبش تعمل السلاسل بتاعت البداية عشان ما تعملش عندها الفتحة اللي موجودة دي، بتحب ان هي تقفلها خالص وبتشدها لأقصى حد عندها. فانا بتكلم على هذا الاساس. هتعملي 12 غرزة حشو عندك هنا، ولما هتيجي بتلفي تقفلي الخيط بتاعك ادي كده 2، ادي كده 3، 4. انا مش هشتغل المفرش، انا بس بعمل بوريكم بس الحاجات اللي هي الملاحظات اللي ممكن تساعدكم عشان تطلعوا المفرش جميل وتسهل لكم تحافظ على شكل المفرش. كده ادي 5، ادي 6، ادي 7. احنا هنا لما خلصنا ال 12 حشو هنقفل غرزة منزلقة. هتيجي تاخدي الفتلة دهيت وهتشديها قوي، فهتلاقي الفتحة دي صغرت على يعني أقصى حاجة صغرتها. دي مش هتتوفر لو انت اشتغلتي السلسلة. بس أنا هنا هو دي ممكن تفك بسهولة. فانت قدامك حلين، اما ان انت هتاخديها معاكي فوق وتشتغلي عليها تاني، او ان انت بالإبرة بتاعة التشطيب بتاعتنا بتيجي من ورا كده وبتروحي تدخليها هنا تاني. بتيجي تروحي مدخلاها تاني هنا من ورا، وعشان تقفلي خالص ما تخليهاش تفك من مكانها. انا هفضل طبعا ان انا هاخدها معايا فوق عشان خاطر غرزة الحشو دهيت معمولة يعني جامدة، فمش هقدر ان انا ادخل فيها الابرة تاني. هنا هاخد الغرزة بتاعت الارتفاع بتاعتي، هخش في نفس الفتحة دي اللي انا قفلت بيها هي، وهاخد ادي معايا الخيط اهو. هعمل طبعا زي ما هي هنعمل في كل غرزة حشو هنعمل غرزتين حشو. انا خلصت هنا السطر اللي هو التاني بتاع الحشو. هبتدي اعمل بقى ايه السطر اللي هو بتاع البتلات اللي احنا شايفينه دهوت، اللي هو 3 عمود، اللي هو عمود 3 اعمدة مجمعين بكل عمود ب3 لفات. انا هعمله عمود بلفتين طويل. فانا هبتدي في نقطة البدايات عموما بتاعة السطر يعني شكلها ما كانش عاجبني، فخلينا طيب نبتدي كده في الاول كده. ادي ال3 سلسلة الاول بتوع انا هاخد عليه الابرة لفتين، مش هاخد 3 لفات. وهبتدي اعمل العمود اللي هو الطويل اللي هو
بلفتين. ازاي؟ نفس طريقة العمود بلفة اللي هو الطويل. هاخد لفة على الإبرة وهطلع من حلقة واحدة بس. لفة على الإبرة واطلع من حلقتين، لفة على الإبرة وهطلع من حلقتين. يبقى أنا كده عندي عمود بلفتين طويل. هاخد ده كده، هو شكله مش هيبقى باين قوي ان هو بلفتين طويل، هيبقى باين ان هو زي العمود لان انا بيبقى مقفول 3 قفلات، فهو بيبقى باين كده ان هو شكل ايه العمود ب3 لفات. لكن هيقصر شوية. التجميعة بتاعت لما تقصري الأعمدة اللي هي فوق بعضيها ده، هي بدل ما تشتغلي مثلا عمود طويل تشتغلي عمود عادي، بدل ما تشتغلي عمود بلفتين تشتغلي عمود طويل، بدل ما تشتغلي عمود مثلا ب3 لفات بتشتغلي عمود طويل بلفتين. التجميعة دهيت بتخلي الشغل يصغر شوية، مع محافظة طبعا انت في نفس الوقت انت بتحافظي على الشكل بتاعك، بس بشرط ان انت تفضلي ده الطريقة اللي انت هتستخدمي بيها على طول. دخلت في غرزة الحشو اللي بعديها وطلعت. انا عندي اهو اللفتين اهم، خدوا بالكم ده اللي هي الاول بتاعت ال3 سلاسل اللي انا عملتهم. الحلقة دي بتاعت العمود الاولاني اللي انا اشتغلته، دول اللفتين اللي انا اخدتهم، ودي اللفة اللي انا اخدتها على الابرة وطلعت بيها. اخد لفة على الابرة وهطلع من حلقة واحدة بس، لفة على الابرة وهطلع من حلقتين، لفة على الابرة وهطلع من حلقتين تاني. يبقى انا في الحالة دي برضو عملت عمود طويل بلفتين، واقصر سنة بسيطة من العمود اللي هو ب3 لفات. هاخد برضو لفتين تاني، اخش في غرزة الحشو اللي بعديها، لفة على الابرة وهطلع من حلقة واحدة، لفة على الابرة هطلع من حلقتين، لفة على الابرة وهطلع من حلقتين. ويبقى انا كده عندي ال3 حلقات بتوعي او ال3 اعمدة اللي هم بلفتين الطوال. هاخد لفة على الابرة وهو هيطلع عندي التجميع. لما هيقصر شوية مش هيتبرم قوي على بعضيه زي ما كان، زي ما هنا مبروم عندي على بعضه. شايفين؟ يعني انا لو كنت اخدت بالي ما اخدتش بالي صراحه غير لما جيت اشتغل الكنار الابيض. ابتديت بقى اصغر الاعمده اللي عندي واصغر الحاجه اللي عندي علشان اولا الخيط يكفي دي من ناحيه تانية، عشان لقيته ان هو كبر قوي وطول قوي مني وبقى شكله صعب. يعني هو شكله جميل، لكن انا مش حابه ان هو يكون بالكبر ده. فكان عشان كده انا عملت الفيديو ده عشان كده، عشان خاطر عشان حاجتين. اول حاجه عشان طريقه شغل الاعمده، تاني حاجه الطول بتاع العمود. اما هاجي هاخد لفه على الابره وهعمل هي كانت مثلا انت عاملين 6 سلاسل او المفرش الموتيف بتاعه ال6 سلاسل، ممكن تعمليه 5 لو انت مش هتشتغلي حاجه، يعني انت مش محتاجه غرزه قوي وسطيه. يعني هنا مثلا دي لو انت عملتيه، لو انت عملتي هنا 5 سلسلة بدل 6 مش هتفرق، لان انا لما عملت كده فوق ما عملش حاجة. ليه؟ لان انا مش محتاجة ان انا عدد السلاسل، انا مش محتاجة عدد السلاسل اللي عندي هنا، ومش هيضيق بالشكل اللي انت متخيلاه. عملت لما جينا عملنا العمودين دولت و5 سلسلة، وهنا عملت العمود، انا هنا مش لازم برضو اعمل 5 سلسلة، اعمل 4 سلسلة. فكل لما انت تيجي مثلا عدد السلاسل اما هيقل شوية مش هيبقى مفسح قوي من بعضيه، وهيبقى مدي برضو شكل حلو. هنا لما احنا بنشوف هنلاقيه في كل ما بتطلعي فوق مثلا بتيجي تشتغلي السلاسل بتاعتك، شايفين ما بتبقاش مشدودة، ويبقى فيها تقوس كده بسيط. فاحنا كمان ممكن نتغلب على النقطة ديت، ان احنا بدل ما تعملي مثلا 5 سلسلة اعملي 4، بدل ما تعملي 4 اعملي 3، وهكذا. لكن طبعا لما بيكون مثلا في سلسلة انت 2 سلسلة، يعني 2 سلسلة مش هتعملي سلسلة واحدة، هيبقى شكلها يعني مش حلو قوي. فلما هتبقى مثلا 3 سلسلة هتعملي 2 سلسلة، 4 سلسلة هتعمليها 3 سلسلة، 5 سلسلة هتعمليها 4 بس. هنا
في السلاسل اللي انت محتاجة ان انت تشتغلي في قلب السلسلة، يعني دي مثلا هنا في انت محتاجة ان انت تشتغلي في قلب السلسلة، مش هتفرق قوي في لو انت ما اشتغلتيش في قلب السلسلة وخدتيها من تحت منها وشديتي الخيط قوي، زميتي الخيط قوي عليها من هنا، هو مش هتبقى سيئة، وهتقدري تعملي العمود اللي هو الايس كريم ده، اللي هو زي الايس كريم اللي هي عاملاه. يعني خليني طيب اشتغل سطر كده عشان خاطر اخلص السطر ده واوريكم المنظر لما هو الصغر شوية بقى شكله ايه. ادي 5 سلسلة، خد لفتين على الابرة. طبعا انت في غرزة الحشو اللي هي كان فيها اخر عمود بتخشي وتعملي فيها عمود تاني. احنا قلنا زي ما قلنا ان احنا نعمله عمود بلفتين طويل، عمود بلفتين طويل اللي هو هشتغل اول حلقة فيه. اول حاجة مش هشتغل في مش هاخد حلقتين معايا، انا هاخد في حلقة واحدة بس. ادي هاخد لفتين على الابرة، اسيب اول خلاص انا اشتغلت عمودين في غرزة الحشو دي، عمود هنا هشتغل في عمود في غرزة الحشو اللي بعديها. ادي هلف اخد لفة على الابرة وهطلع من اول حلقة، اخد لفة على الابرة واطلع من حلقتين، لفة على الابرة وهطلع من حلقتين، وهحتفظ بالحلقة دهيت عشان احنا زي ما قلنا ان احنا بنعمل بتلات، والبتلات دهيت بتبقى مجمعة من اعلى. لفتين على الابرة، اخش في غرزة الحشو اللي بعديها، هطلع لفة على الابرة واطلع من حلقة واحدة بس، لفة على الابرة وهطلع من حلقتين، لفة على الابرة وهطلع من حلقتين. يبقى انا كده عندي ادي 4 حلقات لفة على الابرة وهطلع منهم كلهم مرة واحدة. شكلها مش فارقة كتير، لكن هي زي ما قلنا ان احنا مع التجميعة بتاعة الفروقات الصغيرة دهيت مع طول المفرش هلاقيها هتخس عندي شوية. ادي كده ادي 2 4 ادي كده 5 لفتين على الابرة، هخش في غرزة الحشو الاخرانية اللي كانت فيها اخر عمود، وهخش فيها برضو نفسها لفة على الابرة وهطلع، لفة على الابرة وهطلع من حلقة واحدة، لفة على الابرة وهطلع من حلقتين، لفة على الابرة وهطلع من حلقتين، وهحتفظ بالحلقة فوق، وهكرر كده لاخر السطر. انا هنا خلصت البتلات كلها، ولما جيت طبقتها على الشغل بتاعي انا اللي انا كنت شغلاه بالعدد نفس العدد اللي هي كانت مشغول، اللي كان بتاع الاخت اللي اشتغلته، لقيت شايفين ان في فرق هنا، فرق حته هنا هو دي الحته دي احنا فاكرين يعني انت شايفاها ان دي مثلا صغيره، مع الاطوال بتاعه الاعمده دي كلها تقريبا هو 65 سطر او حاجه زي كده، هتلاقيه ان هو ابتدى يقل عندك. وحافظت انا في نفس الوقت عندي ادي الزهرة اهيت مستديرة ومفيش فيها مثلا تقوسات او حاجة، بالعكس نفس اللي هي السلاسل، والسلاسل مع الشغل فيها السلاسل بتفرد، فعشان كده بقولك بيقللي عدد السلاسل، بدل ما هي مثلا لو هي قايله لك 5 خليهم 6، سوري، لو هي قايله لك 5 خليهم 4، لو هم 6 خليهم 5. نيجي بقى ايه، انا عايزه اشتغل بس اعمده عشان اوريك ازاي احنا لما بنيجي نشتغل الاعمده اللي فوق ازاي احنا بنتعامل بقى معاها، بحيث ان هي يعني شايفين الاعمده، شايفين انا بشد الشغل بتاعي، انا غسلته ابعاد المفرش ما اتغيرتش، ونشرته عادي، ما فردتوش على حاجة او ما فردتوش على حاجة، مثلا زي ما بيقولوا الكروشيه تمسكيه وهو عشان عقبال ما ينشف لازم تكوني فرداه على حاجة عشان ياخد، لا هو نفس المنظر، انا غسلته وصفيته عادي ونشرته عادي. مش ما حطيتلوش مشابك ولا حاجة، لكن ما عملتوش اي حاجة. فشايفين الاعمدة دهيت الشغل بتاعها، شايفين مش مفسحة عن بعضيها، تحسوا ان الاتصال بتاع الشكل او المنظر اللي احنا عايزينه متصل مع بعضيه. شايفين نقلل شوية
يعني شايفين اما الشغل باين عامل ازاي متصل مع بعضيه، مفيش فسحات او مفيش فتحات اللي هي بتبقى موجودة بين لما انت بتيجي تشتغلي في السلسلة اللي فوق العمود، هنا مش موجودة. فهتلاقي الأعمدة في الشغل بيبقى نفسه متين، ومفيش عندك المنظر بتاع الفتحات. فدي خلينا نشتغل أعمدة، ونشوف احنا هنشتغل الأعمدة التانية اللي فوق منها ازاي، عشان خاطر يعني تديلك الشكل المنظر أحسن. هنا بقى احنا عايزين نشوف الأعمدة. طبعا أنا كنت منزلة فيديو قبل كده على طريقة الشغل بتاع الأعمدة المتداخلة، بحيث ان انت لما تيجي تشغلي الأعمدة تبقى سطور ورا بعضيها او صفوف ورا بعضيها، ما تفتحش منك. احنا غالبا او كل الناس تقريبا بتشتغل تيجي هنا تحت الفرعين بتوع السلسلة دول، شايفين فرعين السلسلة دول، ويروحوا جايين مش داخلين الإبرة. بنيجي هنا لفة، وعشان يشتغلوا هنا فبيروحوا مدخلين تحت الفرعين دولت، وبيعملوا ياخدوا لفة ويطلعوا. ادي مثلا هنشتغل هنا عمود طويل. لو انتوا شفتوا شايفين هتلاقوا ان في هنا فتحة ظهرت. الفتحة دي مش موجودة في العمود اللي قبل منها. ليه؟ لان انا هنا في العمود اللي قبل منها ما اشتغلتش تحت السلسلة، تحت فرعين السلسلة دولت، لا، انا اشتغلت في قلب العمود ذات نفسه. ازاي؟ هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف، عشان يبقى شرحه اوضح كتير قوي من هنا. هاخد لفة على الابرة. شايفين ادي الفرعين بتوع السلسلة اهو، ادي القفلة التانية بتاعت العمود. فباجي اروح داخلة هنا في المكان ده. المكان ده هنا مقابل لي اهو تحت تحت السلسلة، مش تحت السلسلة مباشرة، يعني تحتيها، داخلة في العمود ذات نفسه. هاخد لفة على الابرة وهطلع من المكان ده، وهعمل ادي العمود الطويل اللي انا بعمله. لو انا شديته شايفين مفيش اي حاجة هنا اهوت عندي ظاهرة. هاخد لفة على الابرة، هخش في نفس المكان، لان هو الشغل ان انا بعمل هنا تزايد في العمود الاوسط. فهنا ادي ده هعمل ادي العمود الطويل اللي عندي. اسفة، دخلت في نفس المكان اللي انا كنت داخله فيه قبل كده، مش تحت السلسلة، في العمود ذات نفسه. ادي لفة وهطلع من لفة واحدة، او من حلقة واحدة، ولفة هطلع من حلقتين. يبقى انا كده عملت العمود الطويل. لفة على الابرة. العمود الاخير ده هو او نص عمود اللي انا كنت عاملاه قبل كده، لاحظوا ان انا باخد اللي هو الدرجة الاقل في الاعمدة، اروح داخلة هنا وبعمل هنا عمود بلفة. انا هنا هو عشان يعني انتوا شايفين ان الحجم ابتدى يصغر، حجم الشغل ابتدى يصغر عندي، ده لان انا صغرت الاعمدة بتاعتي. انت ممكن هتقدري تصغري ال الاعمدة بتاعتك، هتاخدي الدرجة الاقل. يعني انت بدل ما تعملي عمود بلفة هتعملي نص عمود، بدل ما هو مثلا عمود طويل هتعملي عمود بس، بدل ما هو عمودين هتعملي عمود طويل، عمود بلفتين اسفة هتعملي عمود طويل، بدل ما هو عمود بثلاث لفات هتعملي عمود بلفتين طويل. ووريته لكم ازاي احنا بنعمله في البداية هنا هو خالص. التناقص اللي بيحصل ده هو هتفضلي انت لما انت تقللي مع الابرة الرفيعة والخيط الرفيع، فحجم المفرش هيصغر، وهيبقى على حجم الحاجة الصغيرة، الترابيزة الصغيرة اللي انت بتعمليها. العينة اللي انا كنت شغلاها دهيت، اللي اشتغلتها بإبرة أرفع من الإبرة اللي أنا اشتغلت بيها المفرش، ادتني مقاس أصغر من مقاس المفرش اللي أنا كنت شغلاه. إضافة، مش عشان بس الإبرة كانت رفيعة،
انا استخدمت بقى اللي انا كنت بقول عليه، ان انا بدل ما هي دي يعني البكلة دي كانت معمولة بغرزة العمود 3 لفات. انا لما جيت على انفذها دي العينة التانية ديت اللي انا حبيت ان انا اوريكم الفرق بين لما تكون الابرة رفيعة وابرة عادية او ابرة نفس المقاس، بتبقى الفرق في الشغل عامل ازاي. دي لما انا جيت عملتها دي كانت عمود ب3 لفات. جيت انا عملته، لا عملت عمود بلفتين طويل. ايه هو العمود ابو لفتين طويل ده؟ انا هوريك. احنا متعودين ان العمود بلفة. انا هطلع الاول 3 سلسلة عشان الارتفاع بتاع الاعمدة. انا هشتغل عمود بلفتين طويل. احنا متعودين العمود الطويل اللي هو بلفة، ان انا باخد لفة واحدة على الابرة، وبعدين لما برجع اشتغل بقفل اول قفلة واحدة بس، وبعدين باخد معايا فتلة واحدة بس وانا بقفل العمود. وبعدين اخد عمودين حلقتين. هنا انا هعمل لفتين على الابرة عشان اعمل العمود اللي هو بلفتين. هخش في اول غرزة حشوة تقابلني هنا، هعمل العمود بقى الطويل. العمود الطويل اللي هو بلفتين، ادي عندي اللفتين اهما بتوع العمود، وادي حلقة اهي دخلت فيه غرزة الحشو وطلعت، اخدت لفة على الابرة وطلعت بيها. هاخد لفة على الابرة وهطلع من فتلة واحدة بس او من حلقة واحدة بس. ارجع اخد فتلة لفة على الابرة واطلع من حلقتين، لفة على الابرة واطلع من حلقتين. المفروض ان انا لو هقفل العمود كده هاخد لفة كمان واطلع من الاتنين دول، بس انا عشان هعملها وردة بتلة مجمعة، فعشان كده هعملها بالطريقة دي، ان هي مش هقفل اخر قفلة، هاخد لي الحلقة الاخيرة على الابرة. نيجي بقى لقفلة السطور او بداية السطور التانية اللي هي الجديدة. دي هنعملها ازاي؟ هو في الفيديو بترتفع مثلا سلسلة او بتعمل غرزة حشو، او بترتفع 3 سلسلة او حاجة. احنا مش هنعمل كده، احنا يعني خلاص خدنا عرفنا ان ازاي نعمل بدايات السطور بتاعتنا بغرزة الحشو اللي هي المتسلسلة الاعلى. بنعمل فيها ازاي؟ يعني مثلا في السطر ده المفروض ان اول حاجة انا هشتغلها هنا على السطر، في السطر هنا غرزة، هي في الفيديو ده عمود، بس انا بعمله نص عمود عشان انا زي ما قلت لكم كده ان انا بصغر حجم المفرش. فعشان بصغر حجم المفرش فبنزل درجة عن المفروض ان انا اشتغله في تبع الفيديو. لو انت حابة تشتغلي تبع الفيديو براحتك، بس انا دي بقولها للناس اللي هم عندهم ترابيزات بتاعتهم صغيرة، والمفرش بشكله ده هو او بالابعاد بتاعته دي بيبقى كبير قوي عليهم، اضافه لتقله طبعا، فبيبقى عامل زي الكورنيش كده، بيبقى تقيل قوي على المفرش، فممكن بيسحبوا مهما ثبتيه، انما هتلاقيه بيشدوا كده لتحت، فهتلاقي مثلا حتى عند الدايره هنا هو دي تلاقيه مشدود قوي كده. فاحنا عشان نتجنب كده ونخلي المفرش اللي احنا شغالين بجماله كده وكل حاجه فيه تبقى واضحه وظاهره، فده احنا بنقلل المقياس بتاعه او المسافات بتاعته، بحيث ان كل عمود مثلا العمود هشتغله نص عمود، فيش لو انا عايزه اصغره. العمود الطويل هعمله عمود بس، العمود بلفتين هعمله عمود طويل، العمود ب3 لفات هروح عاملاه عمود طويل بلفتين. فهعمل ايه هنا؟ انا دي كده انا قفلت كده السطر كده خلاص زي ما عملت. انا هسيب لكم الفيديو ان شاء الله بتاع اللي انا كنت شارحه فيه بدايه السطور وبدايات السطور والاعمده المتداخله ازاي. باجي هنا في نفس المكان اللي انا قفلت فيه، بطلع حلقه واطلع كده، عندي حلقتين اروح واخدهم الاتنين مع بعض، ادخل الابره في
تحت الفرع الامامي دهوت من الغرزه اللي فاتت، واطلع منها هي نفسها، مش هطلع من الاتنين، لفه وهطلع من الاتنين. ده كده انا ده نص عمود مثلا. انا المفروض ان الفيديو دهوت او السطر ده هشتغل زي ما هو، مش يعني موجود في السطر اللي قبليه، هشتغل هو نفسه. يعني ده انا كنت هنا عامله نص عمود، هنا عمود بلفه، هنا عمود طويل، هنا عمود طويل. الفيديو الاساسي ان ده عمود، عمود طويل، عمود بلفتين، عمود بلفتين. انا صغرت المقياس بتاعه، نزلته درجة، اللي هو الحاجة اللي اقل منه على طول. انا كده طلعت بالنص عمود. انا هنا هاجي اخش بقى في الغرزة دي. انا ما عنديش هنا زي ما احنا قلنا ما عندناش تزايد. هنا بقى لو انتوا خدتوا بالكم، المفروض ان الناس كلها بتحط الابرة تحت الفرعين دولت وتشتغل عمود فوق العمود. احنا زي ما احنا عارفين انا ما بشتغلش الاعمده دلوقتي بالشكل ده، عشان انا بتضايق لما مع التقل بتاع الخيط وبتاع الشغل هلاقي ان الحته دي فتحت كده وعملت لي زي فجوه هنا، هتخلي دي شكلها مش حلو. فعشان نتغلب على النقطه دي قلنا ان احنا باجي دي كده لفه على الابره، بخش هنا. شايفين الحاجه اللي عامله زي السبعه دي؟ هنا في نقطه هنا كده عامله زي فتحه السبعه، بخش فيها، اخش فيها هنا. وهنا بتطلع لي برضو مش تحت مش طالعه لي تحت الفرعين بالظبط، ده في تحت منها كمان. تمام. برضو ده مشروح في نفس الفيديو بتاع البداية بتاع السطر. هاخد لفة على الإبرة وهطلع من الحلقتين، لفة على الإبرة وهطلع من الحلقة. يبقى أنا كده عملت الإيه؟ عمود من حلقتين أسفل. هاخد لفة على الإبرة تاني، هخش برضو هنا هوت في نفس النقطة دي. شايفين نفس النقطة دي ونفس المكان ده اللي هو في العمود نفسه. بروح مدخلة الإبرة، لفة على الإبرة، واروح مطلعة بقى بحلقة، لفة على الإبرة وهطلع من حلقة واحدة بس، لفة على الإبرة وهطلع من حلقتين، لفة على الإبرة وهطلع من حلقتين. يبقى كده ده العمود الطويل الايه الاولاني اللي عندي. هاخد ده اخش برضو لفة على الإبرة واخش في المكان نفسه، لفة على الإبرة، هطلع من اول حلقة، لفة على الإبرة هطلع من حلقتين، لفة على الإبرة هطلع من حلقتين. هنا المفروض ان انا هعمل 3 سلسلة بين مجموعة الأعمدة دهيت اللي هي بتديني شكل المنحني بتاع الورقة، وبين مجموعات الأعمدة اللي هنا. انا مش هعملها 3، انا هعملها 2 بس. ادي 1 2، وهاجي هنا هعمل ال9 أعمدة بتوع الشكل، هم نفسهم هم هعملهم. ادي 2، ادي 3، 4، 5، ادي 9 أعمدة. هعمل 2 سلسلة برضو، مش 3 زي الفيديو، هعمل 2 بس. وهاجي هعمل نفس اللي انا عملته في الجنب دهوت، هعمله هنا برضو. هعمل فوق كل عمود طويل عمود طويل زيه، فوق كل عمود عمود، فوق كل نص عمود نص عمود، وهكمل بقية شغلي على كده. البداية بقى بتاعت اللي احنا هنا هو دي، انا عملت هنا 2 سلسلة بس، او عملت خطوتين بس، وانا طالعة هنا. دي انت لو انت هتطلعي بعمود هتعمليها مرتين برضو، خطوتين يعني في الجنب او في بداية السطر. لو هتطلعي بعمود طويل او عمود لفتين هتعمليها، بدل ما تعملي هي بتعمل 3 سلسلة وبعدين ترجع تشتغل تاني في نفس النقطة عمود تاني. فاحنا مش هنتغلب على النقطة ديت وهنخليه زي كأنه كيان واحد، فبنطلع اللي بنطلعهم الاتنين مع بعض هنا في نفس الوقت. تمام. يعني اجي هنا كده هيبقى ده كده انا طلعت، انا قفلت ادي السطر اللي فات وانا دخلت في النقطة دي.
المفروض ان انا ده تحت منه نص عمود، فالمفروض ان انا هطلع فوق منه كمان بنص عمود. فعشان ما اعملش غرزة الحشو اللي هي بتعملها، او اعمل اطلع بسلسلة واخلي المنظر يبقى ملفت قوي للنظر كده ويبقى شكله صعب، فهعمل هنا هو النص عمود، هعمل 2 خطوتين فوق بعضيهم من اللي هي تقفيلة بدايات السطور. وده انا هسيب لكم زي ما قلت، هسيب لكم الفيديو، وان هو الفيديو نفسه بيحتوي على بدايات السطور، يحتوي على طريقة شغل الأعمدة المتداخلة ديت في بعضيها. احنا لو شفنا نلاقي ان هي شايفين التداخل ما بيخلوش مهما اتمط او اتشد او حصل له اي حاجة، بيفضل زي ما هو، ما بيظهرش عندي فجوات او فتحات في النص بتاعهم. اما تيجي توصل لغرزة الايس كريم، الحاجة مثلا زي كده، دي غرزة الايس كريم اللي هي مسميها غرزة الايس كريم. ممكن تكون فولكانو مثلا في فيديو، او في لغة تانية او في اي حاجة تانية هتعملها بالشكل ده. حاولي انت بقى، يعني انت ما تعمليش بقى، يعني انا عملتها نقصتها عشان انا اشتغلت كتير او عملتها كتير، فعرفت ازاي اوصل ليها بالشكل ده هو. لكن انت عشان لو انت من بدايتك او انت ما اشتغلتيش قبل كده بالطريقة دي، ممكن تعملي نفس ما هي قايله في الفيديو. في حاجه كمان عايزه انبهكم ليها، انه انتوا وهي بتشرح يا ريت انتوا تكتبوا الخطوات، كل سطر هي بتعمله تكتبوه ايه هو، عشان لو انت لما بتيجي تراجعي على مش كل شويه تقعدي ترجعي الفيديو ترجعي الفيديو وتشوفيه. لا، انت هتروحي حاطه كاتبه كده نفس الكلام، نفس اللي هي بتقول او هي نفس اللي بتعمله، تروحي كاتباها انت عندك. وطول ما انت بتشتغلي انت باصه على، شوفي انت خلصتي عند وصلتي للسطر الكام، هتبقي مثلا معلمه ان انت وصلتي للسطر ده، يبقى انت هتبتدي في السطر اللي بعديه. عايزه اوريكم بس الفرق في المساحه بقى بين لما اشتغلت اهو نفس الخيط، نفس تخانه الخيط هي، لكن الابره بقى اللي اختلفت عندي، دي السره بتاعه الوحده اللي انا شغلاها. هحط الاتنين، هطبق الاتنين على بعض، طبق دي كده الاتنين على بعض. شوفي بقى هنا اظبطها من هنا من عند هنا شايفين ادي الايس كريم، غرزة الايس كريم اللي هي عاملاها، ودي غرزة الايس كريم، او دي اللي انا كنت عاملاها في المفرش الاولاني اللي انا كنت بادية بيه. نلاحظ طبعا ان دي لمت على شويه اصغر شويه، عشان ضاقت لي، عشان خاطر السلاسل انا اللي انا شغلاها ديت اقل من السلاسل الموجوده في المفرش الاصل اللي انا كنت عاملاه. شايفين الفرق بقى؟ ادي اهي، ادي الايس كريم اهي، ادي الايس كريم اهي، وادي الايس كريم اللي انا عاملاها. شايفين الفرق بقى؟ وادي الحته اللي هي المدوره دي فوق، هي دي اللي احنا المفروض ان احنا نرجع نشتغل هنا فوق تاني، المفروض ان احنا نشتغل هنا فوق تاني. فشايفين فرقت معايا قد ايه في الطول؟ هلاقيها فرقت كتير قوي معايا في الطول. ده اللي انا بقوله، ان انت اديكي نفس الخيط هو لكن الابره اختلفت. فشوف ادتني، صغرت لي المقاس ده، حافظت على الشكل زي ما هو، لكن صغرته لي، خليته ايه، قصر شويه وضاق شويه عن الفيديو المنشور، او اللي هو الموجود على اليوتيوب. اما تيجي تشتغلي، احنا زي ما احنا قلنا كده، طريقة البداية عملنا ازاي، طريقة ان انت تقللي دي. لما مثلا هي تقول في الفيديو ان هتعملي عمود بلفتين، يبقى انت كل اللي انت هتعمليه كله، تعملي حسابك ان انت تشتغلي كله اقل حاجة عمود بلفتين، يبقى هتشتغلي العمود الطويل، فعشان يصورهولك كله. شفنا ازاي بدايات السطور هنعملها ازاي. في حاجة كمان
الاشكال اللي هي موجودة دي انت باستمرار طول ما انت شغالة بتقعدي تعدي. يعني انت دخلتي مثلا على وحدة زي كده، انت بتشوفي هنا دي هي كانت مثلا انت بادية بكام عمود، بكذا عمود. في كل الوحدات اللي هي داير المفرش لازم تعديها وتبقي تأكدي ان هم كذا العدد الأعمدة ثابت. هنا برضو لما طلعتي هنا الاقواس اللي موجوده فوق ديت تتاكدي من عددها. ليه؟ لان انت زي ما انت شايفه كده ان هي الحاجه بتبقى مترتبه على بعضيها. ممكن انت وهي الشغل صغير او لسه مثلا في البدايات، مثلا حتى السطر ال20، هتلاقي مثلا لو انت غلطتي وفكيتي هتبقى العمليه قريبه سهله. لكن لو مثلا انت وصلتي مثلا لحاجه و60 مثلا او حاجه و50، يعني انا هنا هو كان في المنظر ده. المنظر ده لما جيت اعمله، هو المفروض هنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 7 زي ما تقول مثلثات او وردة مقلوبة او ورقة مقلوبة، حاجة زي كده، لان دي يعني مجموعة من الاعمدة ومتجمعة من فوق. هنا كانت هنا عندي 7، وبعدين لما طلعت لفوق قلت واحدة، 1 2 3 4 5 6. اما طلعت فوق كمان بقت 5، وبعدين 4 3 2 1. انا كنت عاملاهم كلهم مظبوطين، لكن في واحدة منهم كانت تقريبا انا ما عملتش مثلث منهم، او ما عملتش التجميعة بتاعتها. فبدل ما هم كانوا عندي 7 بقوا 6. فلما جيت قفلت من فوق التقفيلة بتاعتي طلعت آه مش مع بعضهم كلهم، يعني كلهم طالعين ماشيين مع بعض الا واحده. فطبعا دي انا كنت تقريبا وصلت للسطر 56 او حاجه زي كده، ودي كانت في السطر 48. فمتخيلين بقى لما فكيت كل اللي هو على الداير بتاع المفرش. فانت حرصي ان انت طول ما انت شغاله ان انت بتعدي ال ال الحاجات اللي هي موجودة عندك، ويبقى كلهم في الأشكال اللي هي بتبقى متكررة، ان انت تبقى هي على نفس العدد بالظبط، عشان خاطر ما تضطريش ان انت تفكي. ان كل ما انا زي ما قلت لك كده، ان انت لما توصلي فوق شوية كده هتلاقي مثلا السطر معاكي ياخد معاكي مثلا اكتر من ساعة. ممكن تلاقي السطر ياخد معاكي ساعتين احيانا مع الشغل بتاعك. فده بيبقى مرهق جدا، وتلاقي نفسك زهقتي وكسلتي، ازاي انا هقعد بقى اقفل ده كله، وازاي انا هرجع تاني افك واعمل. فحاولي ان انت كل حاجة تبقي طالعة بالعدد على طول. آه زي ما انتوا شايفين كده الكنار هنا اهو نفسه هو نفسه. الكنار تحفة فنية، شكله جميل جدا. الكنار شكله جميل جدا. و فلازم تبقي مثلا محرصة قوي ان حتى لو انت هتعملي ترابيزة مثلا هتبقى لحد هنا، وبعدين والباقي ده هيبقى نازل زي الكورنيش بتاع اي حاجة، بس هيبقى صغير، فاللي هيبقى باين برضو شكل الرسمة بتاعته، الشكل الجميل بتاع الرسمة. في هنا برضو هنا نقطة في النهاية بتاعت كل الوحدات دي، نهاية الوحدات بقى اللي هي خلاص التقفيل بتاع السطر، انت ممكن عشان تتجنبي البرمة بتاعته ذات، اما ان انت تكويه، وزي ما قلت المكوى بتاع الحروف بس بتاعة المفرش هي اللي تتكوي. هتكويه ازاي؟ قلنا هتجيبي قماش قطن وتحطيه فوق منه، بيكون مبلول القماش، بيكون مبلول، وامسكي المكوى. يعني شوفي انت نوع الخيط اللي انت بتستخدميه ايه، واعملي المكوى هتبقى عالية سنة صغيرة، على اساس ان انت حاطه عليه قماش مبلول، وهتروحي دايسة عليه بالمكوى، دايسة عليه، مش مريحة وجاية بالمكوى. دي المكوى بندوس بيها على الشغل، عشان خاطر ما يطولش معانا، ويفضل بنفس الحجم اللي انا باديه بيه، هو نفسه اللي انا هنتهي بيه. يعني كل يعني اشوف كده، اراجع شوية كده على واشوف احنا ممكن ايه اللي نستعمله، او ممكن ايه اللي نلفت نظركم ليه. في حاجة مثلا زي البيكو. في بيكو
بيكو، في البيكو، في بيكو انت ما بتستخدميهاش خالص، بتعمليها بس يعني بس شكل او رسمة بس، مش بتبقي محتاجة لها حاجة تاني. لكن في بيكو هي بتبقى عاملة حسابها او الفيديو ان انت بتشتغلي في قلبيه. احيانا انت مش هتبقي عارفة تحطي الابرة فين. ففي الحالة دي اما تيجي تشتغلي، في الحالة دي لما تيجي تشتغليها ما تعمليش. آم، حاولي تجيبي فتلة او ماركر وتحطيه هنا في النص هنا، عشان لما تيجي تشتغلي فيه ما تشتغليش على فتلة بس مثلا واحدة وتسيبي الباقي، لا، يبقى انت بتشتغلي في الوسط بالظبط، في النص بالظبط بتاع البيكو. آم، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تنفذوا يعني اللي ما كانت مكسله ان هي تنفذه، عشان خاطر ان هو حجمه كبير ومش هتعرف تتعامل معاه وهيبقى شكله يعني الترابيزه اللي عندها او المكان اللي عندها اللي هي تحط فيه مكان ضيق، فهتلاقيه ان شاء الله يجي. هيبقى كده سهلتي على نفسك ان انت تقدري تعمليه، حتى لو كان هو آم، حجمه كبير. ازاي احنا نقدر نصغر الحجم بتاعه؟ قلنا كل حاجة، كل عمود او كل حاجة موجودة عندك هنا هتعمليها بالدرجة الاقل بتاعتها. السلاسل، عدد السلاسل هتقللي عدد السلاسل، هتكون اللي هي 6 تحوليها 5، والخمسة تبقى 4، والأربعة تبقى 3، والتلاتة تبقى 2. مش هتفرق كتير، ومش هتبقى زي ما انتوا شايفين كده في النص ده. شايفين الأقواس عاملة ازاي؟ الأقواس تحس بيها هي نفسها مقوسة، عكس الجزء اللي فوق القوس مشدود إلى حد ما أكتر من القوس اللي تحت. عشان كده بقول لكم أما تفرق، مش هتفرق معاكي كتير لو انتي عملتي آم نقللتي عدد السلاسل، خليتيه أقل سلسلة واحدة بس. طبعا إذا الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوناش باللايك بقى والشير والسبسكرايب. لو انت مش مشتركة في القناة يا ريت تشرفوني بالاشتراك. تفاعلكم مع الفيديوهات بيساعد على انتشارها. في فيديوهات مثلا عندي فساتين مثلا وحاجات وجيبات انا عاملاها اخدت مشاهدات كتيرة. ف... فالمشاهدات بتاعتها لما كترت وفي ناس تفاعلت معاها، ابتدت توصل لناس اكتر، وناس كتيرة شافتها، وناس كتيرة استفادت منها وقدرت ان هي تنفذها. فاتمنى ان انتوا تتفاعلوا مع الفيديوهات وتشرفوني. ده شيء يبسطني جدا طبعا ان انتوا تتفاعلوا معايا، او ان انتوا تقولوا لي اذا كان اللي انا بعمله ده هو حاجة يعني مفيدة ليكم ولا لا. تعملي مقاس اصغر كمان، يا ريت تعمليه، تجيبي خيط ارفع كمان منه وتقدري. لو خيط رفيع مع ابرة رفيعة، لو عندك خيط رفيع وإبرة مع إبرة رفيعة، هتلاقي الشغل كمان هيبقى أصغر من كده، وهتحتفظي بالمنظر هو أو المنظر هو زي كده ما تكوني بتصوري حاجة من بعيد، وحاجة بتحط تعملي عليها زوم أو فوكس كده عشان خاطر تكبريها شوية، فهتلاقي نفس الشكل هو لكن بيختلف الحجم بتاعي. عشان كده اللي عايزة تعمله تنفذه بصورة أصغر، يا ريت ان شاء الله كده يعني اتمنى ان انتوا تكونوا تستفيدوا من الفيديو اللي انا عملته ده هو. انا حاولت ان انا طبعا مش عايزه اغطي على شغلها هي، شغل الاخت اللي هي عملته. انا بس كل اللي يعني اللي انا شفت ان هي في حاجات انا تغلبت عليها، او ان انا عملتها قدمتها بصورة احسن. فتمنيت برضو ان الفيديو برضو ان المفرش اللي انت تشتغليه ده هو، سواء كان ده او غيره، ان انت وانت بتتعاملي مع الاعمده ان انت تعملي نظام الاعمده المتداخله دهيت، اللي هي ما تخليش في شكل الشغل بتاعك او المفرش بتاعك شكله يتغير. اتمنى ان انا اكون وفقت في الشرح، قدمت حاجة مفيدة ليكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.